هذا حطيته بالجدر الكبير شوية على مود حلقة عريض، وضفت هذا الحليب هذا. وانا لازم اجيب 2 علبتين من هذا على هاي الدبة، بس انا راح اسوي هاي الدبة نصها. هذه الدبة راح اسويها نصها من هاي الغلاف مالها، نصها راح احطها نصها شوية بعد. هسه اخليه يفور قبل لا يطفح، اطفيه واخليه للصبح برا، وثاني يوم الصبح بس اقعد الصبح اخليه على بالثلاجة، اخليه لمدة 2 أو 3 عادي، مو مشكلة. اذا بقى 3 ايام بعد احسن. واراويكم الطريقة مالته شلون تصير، يعني قمر ناجح 100%. وهذا الحليب بسنس كلاب موجود ومتوفر. هذا الواحد ب5 دولارات، وهذا مو ب5 دولارات الدبة هاي. وسفار العب فيه شوية، فد 10 مرات اسوي له هيك شلون يصير يوقف. واعوفه اقبقه، اخلي القبق ماله اخليه للصبح. هذا الوقف ماله هي تصير القشوة مالته. هاي ثاني يوم الصبح، شوفوا راح اخليه بالثلاجة هسه، خليه 2 أو 3 ونشوفه شلون يصير. وهذا من بعد 2 الحليب اللي فورته، بس ما صار مثل ذيك المرة. يعني ذيك المرة صار الطبقة أضخم من هيك، ما أعرف شنو، لأن أنا جبت دبة واحدة، لازم هي دبتين حتى على مود يصير أثخن. مو مثل أول مرة سويته، هيك قبل أسبوع سويته، أنا جربته يلا سويته. يعني كنت خليني أجربه حتى على مود أنا أسوي شغلة مضمونة. ليش واحد يجرب ويسوي؟ لا، جربت طلع يعني ممتاز طلع، مو مثل هسه صار، هو مو ما صار، بس شوية الطبقة مالته أخف من ذيك المرة. النوبة إذا أريد نسوي طبقتين، ما نسوي طبقة واحدة. قوطي علبتين قصدي. هاي كلها مال علبة واحدة بس قمر كلش طيب، نفس الحليب اللي كنت استعمله انا بذيك اول مرة لما سويته، بس الحليب للاسف انقطع من المحلات، ما اعرف ليش. الحليب كنت استخدمه وانا هم عرفته على اليوتيوب، عرفته. هسه انا شو اسوي؟ احطه بهاي العلبة. انا احاول اخلي وياه حليب، يعني متعمدة على مود ما يصير شوي ناشف. وهذا الباقي اخثر، اسوي روبة او زبادي، او كل واحد يعني كل بلد يسميه شكل. خصوص يعني جاينا رمضان، جاينا نحتاج يعني هاي الشغلات نسويها.
يعني جيمر مثل جيمر العرب بالضبط يصير. ويا عسل واحد ياكل مربى خبز حار بالسحور يصير كلش طيب، او بالريوقات يعني هم. وهذا الباقي اسويه قلت اروبه. وهذا من الدبه اللي راويتكم اياها، يعني جيمر خليته بعلبه، كل ما اريد احتاج من عنده اخذ من عنده شويه وارجع. وهاي الروبه كلش حلو. بعدني ما مخليتها بالثلاجة، نخليها بالثلاجة تصير أثخن وأحلى بعد، وصار بيها وجه هم حلو. حتى مو ثخينة كلش، إذا تصير بالثلاجة تصير أثخن بعد وحلوة. وهذا الجيمر صح ما صار ثخين مثل الأول، بس يعني جيمر طعمه كلش طيب. إنه مرة ثانية أجيب علبتين ونجربها ونسويها مرة ثانية.